اتفضلي. شكرا. شفت صفحتك انا على فكره، سبحان الله عليها آلاف المتابعين. قلت لي بتشتغلي انفلونسر؟ ايوه يا دكتور، دي بتجيب لي فلوس كتير قوي، يعني اللي بكتبه على صفحتي والاعلانات اللي بنزلها. سبحان الله، الدنيا اتطورت قوي يا سمر. بصي عشان ابقى بس صريح وواضح معاكي، انا وافقت ان انا اقابلك واتكلم معاكي، بس انا بصراحه مش عايز اتكلم في الموضوع ده خالص، ولا في السوشيال ميديا ولا غيرها. ليه يا دكتور؟ اللي انكسر ممكن يتصلح. مبقاش في حاجه بتتصلح للاسف في الزمن ده. وبعدين هتصلحي كل ده ازاي يعني؟ هترجعي لي سمعتي، ولا هترجعيني الشغل، ولا هترجعي لي بيتي ومراتي؟ لا، دول ما اقدرش ارجعهم، انما ممكن ابعتك ليهم. انت مين؟ انت مين وعايزه مني ايه؟ فكيني. انا جايه انفذ اللي وعدتك بيه، جايه ارجع الحق. فكيني. حق ايه اللي بتتكلمي عنه؟ فكيني. حق شهد اللي انت دمرتها. مش فاهمه حاجه، مش فاهمه حاجه. في ايه يا حور؟ مالك في ايه؟ مفيش، كابوس كابوس. نامي يا حبيبتي نامي. امبارح كان يوم صعب عليا قوي. أول مرة أقابل حالة ألزهايمر، مع إني درستها، بس مش عارفة كان مالي. راجل عنده حاجة و70 سنة،
كان جاي ومعاه ابنه. بيقول ان هو كان قبطان كبير قوي، وكان كل سفريه يرجع بجوزه شكل. اه. تخيل بقى الراجل ده بكل مغامراته فجأة صحي من النوم ناسي كل حاجة، ناسي ابنه وناسي هو كان شغال ايه. اه. تعرف، انا خايفة قوي. وهو امبارح عندي في العيادة كنت بسمعه، والمفروض يعني اني احاول اطمنه، بس انا من جوايا كنت مرعوبة، خايفة في يوم من الايام اصحى الاقي نفسي لوحدي وناسية كل حاجة. اه. هو ايه اللي على فكرة انا بكلمك. حبيبتي انا سامعك، حتى كنت بتتكلمي عن القبطان اللي جاله الزهايمر. بس انت مش مركز معايا. لا مركز يا حبيبتي، بس انا بعرف اعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت. ايوه يا عبير، انت يا بنتي نزلتي رحتي فين؟ رحت مشوار يا ماما. مشوار؟ يعني انت مش في الشغل؟ طب بقول لك ايه، انت عارفه حاجه عن حكايه البت شهد؟ حكاية ايه؟ البت شهد الحكومه جت خدتها هي واخوها، متهمينها يا حبيبتي في قضيه قتل. الحاره كلها بتتكلم في الموضوع ده. قتل؟ شهد تقتل؟ انت جبت الكلام ده منين؟ الحاره كلها بتتكلم وقالت ان اللي قتلته الراجل اللي ما يتسماش. امير؟ معقول؟ هو ايه اللي معقول؟ بقول لك ايه، انا الحكايه دي مش مريحاني، عشان انت بقالك كام يوم انت والست بتاعتك حور ديت رايحين جايين على شهد. مالكم ومالها؟ يبقى كده عارفين سرها. يعني هي ياما لو عملتها هتقول لنا عشان تفضح نفسها؟ طب استني لما اكلم دكتوره حور اشوف ايه اصل الموضوع ده. يا دي النيل عليكي وعلى حور بتاعتك، اما اشوف اخرتها معاك انت والست حور. بقول لك يا بنت انت ما تتاخريش عشان انا مخنوقه من حكايه البت شهد دي. طب ياما ازازي لب لحد ما اجيلك مدام مخنوقه. خلاص يا اختي، مع السلامه. تهدى، قطعت الخلف واللي بيخلفوه. يا صباح الفل. ايه النشاط ده كله؟ لا وانت صادق، ده مش نشاط، ده انا مطبق من امبارح. طب ايه خير؟ ايه اللي مخليك مطبق يعني؟ شهد مش هي اللي قتلت امير. الجيران شافوها في نفس الوقت في الحاره. طيب ما يمكن تكون بعتت حد. لا ما اظنش. عموما ياسر المحامي بتاعه عنده معلومات، انا كلمته وهو جاي في الطريق. قابله انت بقى، انا هعمل مشوار كده واجيلك. مشوار يا شريف اللي انت رايحه دلوقتي؟ ماشي هقول لك بعدين. خدني معاك خدني معاك. ميدو، ميدو، استنى استنى استنى، انت رايح فين؟ تعال، عمال اندى عليك من الصبح ما بتردش عليا. ما سمعتش حاجه. معلش يا حبيبي ولا يهمك. قولي بقى، مش عاوز تاكل؟ انت بتلعب من الصبح كفايه كده. قولي تحب تاكل ايه بقى، بانيه ولا سباجيتي؟ ده جدي. اوكي، عشان انت ولد مؤدب وجميل انا هجيب لك كل اللي انت عايزه. انت اخر مره شفت امير امتى يا متر؟ اعتقد من حوالي اسبوع تقريبا. طيب هو كان عامل ازاي؟ الحقيقه كان مكتئب جدا، ما كانش عايز يقابل اي حد. طيب في حد كان بيروح له؟ هو ده اللي انا كنت عايز اقوله. محدش كان بيزور امير في الفتره الاخيره غيري، لكن هو كان كلمني عن بنت انفلونسر عايزه تقابله. اسمها سمر تقريبا. بالظبط سمر. لا يا زينب بقت حاجة غلب، فرهدوني. لا خلاص ما بقاش ليا طاقة. لا 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 لا. هروح البيت، كفاية كده بقى. علاء يلا. اخوك عمر فين؟
جايبها عند المرجحة. هنا ايوه دي. عمر 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 يا عمر، ما شفتيش عمر؟ عمر يا عمر. خير يا مدام، خير. خير ايه وزفت ايه؟ ابني كان هنا دلوقتي واتخطف، والله العظيم لو ما رجعتوه هوريكم ايام سودة. حور حور، رورو اصحي. صباح الخير. صباح النور. الساعة كام دلوقتي؟ الساعة عدت 10 من بدري. ازاي ما رحتيش المدرسة؟ ليه ما صحتنيش؟ عادي يعني، قلت اسيبك ترتاحي كمان عشان نقضي اليوم كله مع بعض. طالما انا وانتي قاعدين في البيت بقى تعالي نفطر واقعد معاكي وانتي بتذاكري. ما بلاش المذاكرة دي وخليها في يوم تاني. لا 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 مفيش الكلام ده، انتي عايزة تزعليني منك؟ لا خلاص، وانا برضه اقدر على الزعل. طب يلا بينا نفطر. يلا هعمل لك احلى فطار. هنشوف. انا مش عارفه ايه اللي خلاك تطلب سبايسي. انت من امتى بتحب السبايسي؟ اهو لسانك لسعك، شفت بقى؟ بس انا بحبه فعلا. ايه ده؟ انت من امتى بتحبه يا حبيبي؟ انت بجد بقيت غريب قوي يا ميدو. يلا حبيبي كل. عارف لو خلصت اكلك كله انا هجيب لك ايس كريم، اوكي؟ بس انا مش عايز ايس كريم. امال انت عايز ايه؟ انا عايز اروح السينما اتفرج على كرتون. اتفرج على كرتون؟ انت عارف انت بجد النهارده هتجنني. انا كل ما اوديك السينما تتفرج على كرتون تقول يا مامي انا زهقت، مامي انا عايزه اروح، مامي انا عايزه العب بلاي ستيشن. هتجنني بجد. يلا اتفضل، يلا كمل اكل. حاضر. مدام، هو الطفل ده ابنك؟ نعم؟ مش فاهمه يعني عايز ايه؟ لا كنت عايز اتاكد بس ان هو ابنك ولا لا. اه طبعا ابني. وايه تتاكد دي؟ بقول لك انت شكلك باين عليك مجنون ولا فيك حاجه. اتفضل اتفضل امشي من قدامي دلوقتي. انا اسف يا فندم، اصل بقول لك ايه، اتفضل امشي احسن لك، بدل ما يكون كلامك ده النهارده سبب في قطع عيشك. لا وعلى ايه يا فندم، انا اتاسفت لحضرتك خلاص. اتفضل بقى. الله، ده ايه ده؟ حاجه غريبه والله. ايه الناس دي؟ انا مش عارف يجيبوا الناس دي منين. انت ازاي قلت لي انك ماما وانت مش ماما؟ ايه يا ميدو يا حبيبي، ايه الكلام ده؟ ما انا مامي يا حبيبي. يلا يلا حبيبي كل دي ناس مجانين. انا لقيت الطفل. يلا 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 كمل حبيبي. اهو شفتي، الكويز هو اللي صعب. لا كويس مش صعب، انتي اللي مش مذاكره ومش مركزه، وانا كده هزعل منك. يا حر، انا اصلا بكره الماس. وبعدين بقى اللي يثبت ان الكويز هو اللي صعب جيمي، اللي هو شاطر جدا في الماس وكمان بيحبه، ما جابش الفول مارك. احنا مالنا ومال جيمي، احنا فيكي انتي. وبعدين مين جيمي ده؟ صاحبي في الكلاس. انا مش هقدر اقول لشريف على الدرجات دي، بس توعديني الكويز الجاي تجيبي الفول مارك. هتوعديني ولا لا؟ وعدك. واشوف. الو. ايوه يا عبير. اسمي ايه؟ طيب انا جايه. في ايه؟ لا يا حبيبتي، دي حاجه خاصه بالشغل. يلا بقى عشان تقعدي تذاكري وانا هنزل واجي على طول، اتفقنا؟ اوكي يلا. انتوا عايزين مني ايه؟ ولد مين اللي خطفته؟ ده ميدو ابني.
بقول لك ايه، انا هاخد ابني وامشي. ايه ده بقول لك انت هاتي مجنونه؟ بعد اذنك نهدى. لو سمحت حرم محضر باللي بيحصل دلوقتي، ابني بيتخطف مني. يا سعاده الباشا، الست دي خطفت ابني من على المرجحه، وبعد ساعه ونص السكيورتي لقاها في منطقه المطاعم مع ابني. ايوه بالظبط، كل الكلام اللي قالته الست دي حصل يا باشا. ايه الجنان ده؟ بقول لكم ابني، هاتي الولد. هاتي ابني بقول لك. الكلام اللي حضرتك بتقوليه يا مدام سناء ده ما يدخلش عقل برضه. في ايه يا عبير؟ تعبتي اعصابي. احنا يا دكتور في واحده خطفت طفل من الجنينه. طب واحنا من؟ ما هم لما فتحوا شنطتها لقوا كارت العياده فكلموني، طلعت ان هي جات لنا مره واختفت. فكريني بيها كده. بصي ده الملف بتاعها كله. مدام سناء افتكرتها. بسرعه كده. ليه هو انا زيك؟ طيب. يلا. انا السلام عليكم. خدي سناء. وعليكم السلام. عايزين ناخد ايده مني من فضلك تقولي. اهدي يا حبيبتي. ده ميدو ابني، الحقيني من فضلك الحقيني. دي مجنونه، ده عايز تاخد الولد. معلش اهدي. مساء الخير. مساء النور يا فندم. انا الدكتوره حور علوان. اهلا وسهلا يا دكتور، احنا اسفين جدا لازعاج حضرتك. لا مفيش ازعاج، انا بس جايه اصلح الموقف. مدام سناء حاله بتتعالج عندي. هتاخد الولد الحقيني. حضرتك دي شهاده وفاه الطفل ميدو ابنها، مات من شهر وكان في سن الطفل الجميل ده. تمام. انا عايزه ابني من فضلك. وبعدين بقى يا سناء سيبيني وانا هتصرف. طب هتاخدي الولد ولا لا؟ انا هعمل لك كل اللي انت عايزاه. طيب. حراميه، دي حراميه. ارجوكي الحقيني الحقيني يا حوره الحقيني. اهدي بعد اذنك. دي حراميه. الحقيني من فضلك الحقيني. دي مجنونه، ده عايز تاخد الولد. معلش اهدي. مساء الخير. مساء النور يا فندم. انا الدكتوره حور علوان. اهلا وسهلا يا دكتور، احنا اسفين جدا لازعاج حضرتك. لا مفيش ازعاج، انا بس جايه اصلح الموقف. مدام سناء حاله بتتعالج عندي. هتاخد الولد الحقيني. حضرتك دي شهاده وفاه الطفل ميدو ابنها، مات من شهر وكان في سن الطفل الجميل ده. تمام. انا عايزه ابني من فضلك. وبعدين بقى يا سناء سيبيني وانا هتصرف. طب هتاخدي الولد ولا لا؟ انا هعمل لك كل اللي انت عايزاه. طيب. حراميه، دي حراميه. ارجوكي الحقيني الحقيني يا حوره الحقيني. اهدي بعد اذنك. دي حراميه. ابني 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 حصل لي ايه؟ ابني حبيبي ابني ابني. لا 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 مش مدام سناء مش حراميه، مدام سناء مريضه وبتتعالج وحالتها صعبه جدا، وانا مستعده اكتب تعهد على نفسي ان ده مش هيتكرر تاني. تمام. ها ايه رايك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. انا هتنزل على المحضر، طلعت ست مريضه ربنا يعافينا، بس الناس دي لازم تتحجز في مستشفيات او مصحات، ما ينفعش كده تطلق علينا، احنا برضو لازم نعيش في امان. تمام. ما كانش قصدي، والله العظيم كنت شايفه ميدو، ما كانش قصدي. عارفه انه ما كانش قصدك، ولو كنت شاكه فيكي ما كنتش خرجتك من هنا. موت ابنك مش انتي السبب فيه، انما هروبك من العلاج انتي السبب فيه يا سناء. انا مش عايزه اتعالج، انا مش عايزه، انا كويسه كده. انا بخاف اجيلك العياده. طب ايه رايك نقعد في مكان انا وانتي كده ونرغي مع بعض؟ اجي معاكم يا دكتوره؟ لا احسن. يلا يا سناء، يلا يا حبيبتي. وصلت الحاجه؟
للاسف يا وائل بيه مفيش ولا رساله ولا مكالمه باسم سمر. طيب حاول كده ادخل على الواتساب او الماسنجر او التليجرام او اي ابلكيشنز يعني. دخلت والله يا فندم ملهاش اي اثر. بس انا لقيت حاجه، دي اخر صفحه امير دخل عليها على النت. طيب تعرف توصل لصاحبها؟ لو صاحبها موجود هنا في مصر هنعرف. طيب ماشي. ساعتك انا رحت للراجل اللي باع السلسله لوائل، قال لي ان السلسله دي اتعمل منها 3 نسخ وان هي هاند ميد مش منتشره كتير. اداني عنوانين، الاول كان في المهندسين، لما رحته لقيتها ست كبيره والسلسله كانت معاها. العنوان التاني رحت قعدت اخبط محدش فتح، ولما سالت الجيران قالوا لي ان ده دكتور وانه مسافر بره مصر بقاله 8 شهور من بعد ما مراته ماتت ومحدش يعرف عنه حاجه. كده سعادتك ما يفضلش غير النسخه الثالثه اللي هي موجوده مع حب. الكل مشكوك فيه لحد ما نمسك أدلة، وما تمشيش ورا دليل واحد، وكمان ما تمشيش ورا كلام البياعين، ده كله أكل عيش. تمام سعادتك. بشوف وائل عمل إيه في تحريات النهارده، وشد حيلك يا شريف، الرأي العام بقى بيركز قوي في القضايا دي. سيادتك احنا ماشيين ورا كل حاجه بالتوازي في نفس الوقت، وانا قريب جدا هعمل التقرير وهسلمه لسعادتك. تمام. تعليمات تانية سعادتك. اتفضل يا باشا. دي صفحة وهمية وكل المتابعين اللي عليها وهميين. يا ابني انا مش فاهم منك حاجه، وهميه ازاي؟ ما هي قدامي اهي. أنا فاهم حضرتك يا فندم. هو مش حضرتك أوقات كتير قوي بتلاقي إن أنت مشترك في صفحات ما تعرفش عنها أي حاجة خالص؟ تمام بيحصل. أهي دي شغلتي بالظبط يا فندم. أجيب صفحة حلوة وأروح منزل عليها منشورات، الصفحة تنجح، أروح بايعها بمتابعينها. طيب مين البنت اللي اشترت منك الصفحه دي؟ معرفهاش والله. هي بعتت لي الفلوس على حسابي وقالت لي أنا عايزاك تغير لي اسم الصفحة وتكتب لي منشورات كذا وكذا وكذا، وأنا نفذت اللي هي قالت لي عليه. أنا عايزاكي تحكي لي على كل حاجة، مش عايزاكي تسكتي. الهروب مش هو الحل. عايزة أحكي لك إيه؟ كان يوم عادي، يوم عادي زي كل الأيام. كنت في الشركة. هاي طارق. اتأخرت ليه يا سناء؟ ولا اتأخرت ولا حاجة، معلش. ها الناس جم؟ جم يا ستي مستنيينك، عايزين نخلص بقى من القصة دي بسرعة. بقول لك ايه يا طارق، ما تلخبطنيش. المهم كل اللي اتفقنا عليه والعقود كله تمام ولا ايه؟ يا ستي كله تمام وكل اللي انت طلبتيه اتظبط. يلا نلحق بقى. نشوف. Hello everybody. Sorry for being late. Okay. Let's begin our meeting. كان عندي اجتماع والبنت اللي اسمها تغريد اللي عندي في البيت كانت قاعدة مع ميدو. هي مسؤولة عن كل حاجة، يعني تنظف تطبخ تاخد بالها من ابني. الو. ايه يا ماك؟ يا اختي نازله، اخلص حبه حاجات كده وانزل لك. سلام.
معقولة يا ميدو؟ انت بتنام؟ انا كنت جايبه لك عصير، تعالى كده. مين مهجة؟ مهجة دي بيبي سيتر جارتنا. كانت ندهت على تغريدة عشان هم عاملين جمعية مع بعض. تغريد نزلت لها. حبيبي يا ابني، يا حبيبي، يا ضنا يا حبيبي. اهلا يا اختي. ازيك؟ امسكي اهو. مستعجله على ايه يا بنتي؟ هم هيطيروا يا شيخ. غريب غريب. حقوني حقوني. ممكن انت مكلماني 60 مره. ايه كنت هتمسكي الميكروفون وتفضحيني قدام الخلق اللي اتاخرت عليكي يومين؟ هعمل ايه والله، غصب عني، ما انت عارفه الدنيا بايظه ازاي. عارفه انه غصب عني. يلا انا هطلع اكمل شغل. لا ادخلي اشربي معايا شاي الاول، هو الشغل هيطير؟ مش عايزه اسيب ميدو لوحده. يلا سلام. طب سلام. يا موجة، يا موجة الحقيني. ميدو، ميدو مالك يا ميدو؟ رد عليا يا موجة، يا ميدو رد عليا والنبي، الحقوني يا ميدو، يا موجة. ابني ابني، تغريد تغريد، في ايه؟ تغريد ابني، في ايه؟ ابني 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 حبيبي ميدو، حبيبي مالك يا حبيبي؟ ومالك يا ميدو؟ ها في ايه يا حبيبي؟ مالك ابني حبيبي؟ ابني يا ابني، مالك يا ميدو؟ ميدو ابني عملتوا فيه ايه؟ ابني مات مات. ضنايا يا ضنايا يا ضنايا يا ضنايا. مدام سناء، أنا عارف إن الوضع صعب، بس معلش دي إجراءات. هو تقرير طب الشرعي جه وبيقول إنه مات بالسكسيا الاختناق. توجهي التهمة لحد؟ حد زي مين مثلا؟ أي حد؟ لا مفيش حد. وآخر مرة شفت ميدو فيها كان إمتى؟
كان قبلها بربع ساعة. طب وتغريد شغاله عندك بقالها قد ايه؟ بقالها 2 سنين. أنا متعلقة جدا بمدام سناء. وميدو ده كان ابني. ما شكتيش فيها ولا مره؟ لا، أشك فيها ليه؟ كانت بتحب ميدو جدا، كانت بتعامله زي ابنها بالظبط. أنا من حوالي أسبوع كده قلت لها إن أنا شميت ريحة غاز متسرب، وهي قالت لي إنها تشوف حل في الموضوع ده. بلغتني. طب اتصرفتي ازاي؟ نسيت. يا حبيبي يا ابني، يقطعني يا حبيبي، يقطعني. نسيت يا حبيبي، يقطعني يا حبيبي. طب اهدي من سناء. حقك عليا يا حبيبي. لسه في بينكم علاقة؟ لا، هي الحقيقة البنت تغريد يعني عرضت عليا انها تخدمني وتفضل معايا، بس انا رفضت. ماما اصله مش هينفع. انا كل ما هشوفها اشوف ميدو، مش هقدر. لا ما اقدرش، ما استحملش. لا ما اقدرش. ولا عشان مش قادرة تسامحيه؟ ليه ما سامحهاش ليه؟ هي ما عملتش حاجه اصلا، هي ملهاش ذنب في حاجه. هو كله كان قضاء وقدر، الموضوع كله قضاء وقدر. عشان انتي ناسية، لانك اول جلسة جيتيلي قلتيلي انك شاكة ان الموضوع فيه حاجة مش طبيعية. انا قلت لك كده؟ لا انا مش فاكره حاجه زي دي خالص. لا، هو الموضوع كله قضاء وقدر. هو قضاء وقدر. طب انا عايزة اروح البيت. ايوه بس انا خلاص ما بقتش هناك. انا مش بقدر اروح هناك خلاص، مش بقدر. اديني المفتاح وانا اللي هروح لوحدي. ما تروحي؟ حاضر هديهولك. حاضر. الحمد لله. السلام عليكم ياما. وعليكم يا حبيبتي. طول اليوم بكلمك على الموبايل وانت ما بترديش، وغوشتيني عليكي. معلش ياما، موبايلي فاصل شحن اهو، بصي، وطول اليوم كنت مسحوله. انا اللي دماغي اتسحلت طول النهار بفكر في اللي قالته شهد صاحبتك. قال ايه؟ ما قتلتش الراجل. تكونش البت دي هربت من الحكومه وبتشتغلنا؟ ياما يا شهد سوبر مان عشان تهرب من الحكومه، وبعدين هي غبيه لدرجه انها لما تهرب تيجي تستخبى في بيتها عادي يعني. هي غبيه وتعملها. ياما البت طلعت مظلومه، افرجوا عنها ياما. امال مين اللي قتله؟ مش عرفني، انا مش المباحث. مش شهد دي صاحبتك؟ وانت والدكتوره حور بتاعتك دي رجلكوا رايحه جايه عليها كل يوم؟ والراجل اللي اتقتل ده مش هو صاحب المشكله معاها؟ ولا التيتا دي انتوا عاملينها مع بعضكم؟ تيتا؟ تصدق انا غلطانه عشان جبت لك موبايل بكاميرتين؟ شفتي اخلاقك باظت ازاي؟ الموبايل ابو كاميرتين ملوش ذنب يا عين امك، اخلاقي بايظه خلقه. الله، تصدقي بقى انا عرفت انت مين؟ انا مين يا عين امك؟ انا رمضان جانا يا عم. بقول لك انا هقوم اغير هدومي واحضر لنا نوع من الكنهه. يا رب ما تكونش شوربه، خلاص نفسي في اي حاجه مسبكه يا رب. مسبك مضر للبشره ياما. بشرة ايه؟ ايه ده، انت جيت يا حبيبي من غير ما تقولي؟ فين السلسله اللي انا جبتها لك يا حور؟
ما ترديش عليا ليه؟ لا ابدا، سرحت. موجودة. ممكن اشوفها؟ ليه؟ هو في حاجة؟ ممكن اشوفها يا حور؟ حاضر.